اول الشهر بدات تحدي مع نفسي بحيث ان انا اطور نفسي خلال الشهر ده. والمفروض ان انا وصلت الاسبوع التاني، طبعا عارف ان الفيديو منزل متاخر، ولكن خليني اشارك معاكم النتيجه وفي نفس الوقت اقول لكم اصلا انا بطور نفسي ليه، باخد الشهادات دي ليه. طبعا انا خلصت شهاده اللي هو سايبر سيكيورتي والبروجكت مانجر من جوجل. وانا حاليا مخلص 5 شهادات. انا تقريبا يوم 19 الشهر اللي فات، بعد ما خلصت الابحاث الخاصه بالمشروع بتاعي واتاكدت ان كل حاجه تمام، خلاص الخطوه الجايه فكره ان انا اروح لانفستور يديني فلوس وابدا اشتغل. ممكن اقول ان أنا كنت قلقان شويه، فقلت بكل بساطه كده انا هاخد المده دي من 19 ليوم اللي هو اخر الشهر 9 اللي احنا فيه دلوقتي، تدريب وشغل على نفسي في الحاجات اللي انا محتاج اعرفها، مثلا زي حوار بقى إدارة المشاريع، اللي هو يعني يكون معايا حاجة كده برضو أوري للمستثمر اللي أنا، لا أنا شغال على نفسي وأطور من نفسي في الحاجات المهمة بالمشروع بتاعي. فالمهم طبعا أول حاجة خدتها اليو إكس. طبعا تجربة المستخدم، أنا كده كده بعرف أبرمج تطبيقات، فتجربة المستخدم هتديني خبرة أكبر بحيث إن أنا أعرف أعمل تطبيق فريندلي، أو يعني حاجة كويسة كده، اللي هو ما تكونش رخمة، اللي هو يكون الشخص بيستخدمها بطريقة سهلة. وبعدين جت الديجيتال ماركتنج، لان طبعا هيكون في ويب سايت ونفس الابليكيشن، فبرضه ايه، في الديجيتال ماركتنج بيبقى في حته اللي هو الاس اي او، اللي هو الحاجات اللي بحطها جوه الموقع عشان الموقع يظهر، وبرضه حوار التسويق وكل الكلام ده. بعد كده كان الاتش ار، وهو بكل بساطه اللي هو الاتش ار الهيومن ريسورس، بمعنى الموارد البشريه. علشان اعرف اتعامل مع الناس، ما انا طبيعي في ناس اتعامل معاهم، سواء بقى الفريق الخاص بيا، سواء بقى الناس اللي بتشتغل معايا وهكذا. بعد كده طبعا البروجكت مانجر، اللي هو بيدير المشروع من اوله لاخره المفروض. ولكن طبعا دي سكيل لازم تكون عندي. انا شايف كده كل الحاجات دي بعملها من رأيي بجرب. المهم، علشان اعرف ادير المشاريع، اللي هو البادجت الفلوس وهكذا، التعامل مع الفريق، ازاي نتعاون مع بعضنا عشان نبني حاجه، ازاي اتواصل، ازاي كذا ازاي كذا. وطبعا اخيرا السايبر سيكيورتي، علشان طبعا انا اتعامل مع داتا حساس حبتين، اللي هو بي اي اي، اللي هو الداتا دي ممكن نقول الداتا العامه شويه لكن برضه يعتبر الشخصيه، والاس بي اي اي دي الحساسه، سنسيتيف بيرسونال انفورميشن ايدنتيفاي، حاجه زي كده هو تقريبا ده. المهم، بالنسبه للشهاده بتاع سايبر سيكيورتي بتاع جوجل، اي حد بيفكر اصلا ياخد سايبر سيكيورتي يروح ياخدها، بمعنى ان هي حرفيا تقريبا 8 كورسات شاملين عن سايبر سيكيورتي، مش هيخلوك اللي هو ممكن نقول في الريد تيم اللي هو بيهكر، او في البلو تيم اللي هو بيدافع. ولكن بكل بساطة كده هيديك كل حاجة انت محتاج تعرفها، وهيديك البيزك، سواء بقى انك تشتغل على الحاجات البرمجية البسيطة، انك تبدأ في المجال بتاع السايبر سيكيورتي. وانا لقيت نفسي الدنيا حبيته والله، بس شايف على الكشف دلوقتي. المهم، طبعا هو لسه الآن ناقص 12 يوم، فالمفروض إن أنا بجهز للبيتش، اللي هو البيتش ديسك. البيتش ديسك ده عبارة عن إن أنا بعرض، يعني هو اللي هو خطاب أو بخطب زي ما بيقولوا بالحاجات اللي أنا عملتها، سواء بقى الفكرة المشكلة كل الكلام ده، علشان آه، يخش معايا المستثمر كشريك او لان في ممكن مستثمر يدخل معاك، فاهم انت اللي هو كده، وفي مستثمر ممكن يديك الفلوس وشكرا على كده. انا بابا بدور على التاني اللي هو يدخل معايا، فاهمني، اللي هو يدوس معايا برضه في اللي انا بحاول اعمله. حد يقول لي مفيش من كده، لا في. اذا كان حد، ما انت لو رحت لحد مثلا، انا الحاجه بتاعتي مهتمه بالتعليم وهو مهتم بالتعليم، وشاف ان في الحاجه اللي انا بعملها دي فرصه يزود في المشاريع بتاعته، ده هيدوس جامد كمان. وبس. خلال 12 يوم ده المفروض اجهز نفسي، واخر الشهر بقول لكم النتيجه. وابدا، ولسه قدامكم 12 يوم، او حددوا اهداف زي كده، بس لازم قبل ما تطور من نفسك اعرف انت بتطور نفسك ليه. ودعواتكم بالتوفيق. سلام.